اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ صباحكم فل، صباحكم ياسمين، صباحكم كله طاقة إيجابية. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. جبنا حلة فيها مية وحلة فاضية. هنحط حوالي كوباية زيت وبصلتين وهنخرطهم في قلب الزيت. طبعا يعني انت عايزة تستعملي زيت، سمنة، اي مادة دهنية انت حباها عادي مفيش مشكلة. جبت البصلتين بتوعتي خرطتهم وحطيت الحله اللي جنبي دي فيها ميه، وولعت عليها. طبعا انتوا شايفين هعمل ايه، هنعمل محشي النهارده. ورحت السوق جبت كرنبايه، بس الكرنب بقى ايه، م- غالي جدا. مسكت الكرنبايه بقى ايه، واحده واحده كده، وقورتها وشلت الراس بتاعتها ووريتها لكم اهي. شلت الراس بتاعتها ورجعت تاني للبصله بتاعتي، وطلعت ورقه ورقه كده علشان ايه، علشان اسلقها، لان كانت الكرنبايه كبيره ما كانش جايه على قد الحله. فحاولت ان انا اسلك منها ورقه ورقه كده علشان ايه، عشان اعرف اصغرها شويه واحطها في قلب الحله. طبعا كده عندي البصلايه بتاعتي احمرت، كنت فرمت القوطه ورحت جايه ايه حطاها على قلب البصلايه. المحشي بقى مش قادره اقول لكم، احنا بنعشق المحشي. يعني احنا، يعني انا مش بصور لكم الا كل فين وفين المحشي، لكن احنا كل يوم ويوم لازم محشي. طبعا هنا جبت الملح بتاعي وحطيت حوالي معلقه ونص ملح. وبعد كده جبت مرقه ماجي وحطيتها على الحله. طبعا انا معوداكم، او انتوا مثلا يعني ما تحطوش اي بهارات على على القوطه وهي بتتسبك. يعني سيبوا البهارات اللي هتحطوها حطوها على الرز وانتوا بتقلبوه على الصلصه. نقلت حلتي على عين الصغيره وجبت الحله الكبيره اللي بسلق فيها الكرنب على عين الكبيره، وحطيت حله تانية فيها ميه علشان هنعمل ايه، هنعمل فراخ النهارده. رحت عند الفراخجي، جبت فرخه كده بلدي، وقلت ايه اسلقها عشان ايه نعوز الشوربه علشان المحشي بتاعنا. وقلبت ورق الكرنب. ورق الكرنب دون يا جماعه، الكرنب البلدي اصلا ما بياخدش سوا زي الكرنب البط والكرنب التاني. جبت الفرخه بتاعتي اهي معاكم، كنت غسلاها غسله بنت ناس كده حلوه، بليمون وبملح وسكر وقطايه، وتنقعيها اكتر من ساعه في قلب المحلول ده علشان الزفاره تروح منها. وغسلتها غسله بنت ناس كده وسبتها على الميه تغلي عشان احطها. وطلعت الكرنب بتاعي كله وحطيت باقي الكرنبايه وسلقتها. وجبت الورق قدامكم اهو، هو بيتقطع بكل سهوله. يعني هو الكرنب عموما ما فيهوش اي شغلانه او اي افتكاسات كده يعني. هو اي ست بيت بتعرف تعمل الكرنب، بس كل واحد له طريقه يعني. بس انا مسكت بقى الورق قطعته زي ما انتم شايفين كده، وقطعته على ايدي ورقيه ورقيه. بس كان الكرنب بصراحة مسكر جدا وكان جميل. بص انا بقطع الورقة على قد الصباع، بحب اعمله كده عشان ما ياخدش معايا وقت وانا بلف، وياخد يعني مجهود كتير. فبخلص بسرعة عشان ايه، بقطعه كده عشان اما اجي احشي على طول. يعني اخد الصباع الف الف على طول بسرعة، ما بياخدش معايا وقت. ممكن احشي الحلة ما بتكملش معايا ربع ساعة. المهم جبت ايه، جبته وقطعته كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حطيته ورصيته كله على بعضه بعد ما سلقته كله. ورجعت تاني طبعا ايه للصلصه بتاعتي. طبعا الصلصه بقى كانت ايه لسه ما اتسبكتش قوي. ورحت نقلها الناحيه التانية، وجبت الفرخه بتاعتي بقى كتفتها ورحت حطها في الحله بعد ما الميه غليت. وكنت جايبه وركين معاها كده، ورحت جايبه بصلايه قطعتها كده شرايح عليها، و... وبصلتين وحبايه قوطه. وهجيب معاكم دلوقتي حبة كمون، نص معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة بهارات فراخ، وعود قرفة، وخمس ورقات لورا. وكده خلاص الفراخ بتاعتي حطيتها على النار ونقلتها وسيبها تستوي مع نفسها. وكده القوطة بتاعتي اتسبكت. انا بحب اسبك القوطة يا جماعة، وانتوا كمان حاولوا ان انتوا تسبكوا القوطة بتاعة المحشي عشان تديكوا اللون الاحمر اللي انتوا عايزينه. لكن لما بتحطوا ني على ني كده كله، فالقوطة ما بتديش الحمار اللي انتوا عايزينه. طبعا حشت معلقتين صلصة، هعوزهم بعدين يعني كده. وجبت الرز بتاعي غسلته كويس، وكنت غسلاه جنبي يعني. وجبته حطيته في قلب الصلصة وشوحته كده تشويحتين، لازم اشوحه كده علشان ياخد ويدي مع الصلصة، وياخد من لونه يبقى محمر قوي.
طبعا كده انا خلصت الرز بتاعي وحطه على الصلصه، والفراخ بتاعتي نقلتها على عين الشديده، وقلبت الفرخه على الناحيه التانية. الفراخ بقى كانت شربتها ايه، مش قادره اقول لكم. الشوربه كانت جميله جدا، وكانت مخليه طعم المحشي تحفه، وديته في حته تانية خالص. طبعا انا هنا لقيتها ناقصه ملح، رحت جايبه الملح وايه وظبطت الملح بتاعها. قلت عشان ايه باخد الشوربه على طول احطها على على المحشي. جبت طبعا الخضره بتاعتي غسلتها غسله بنت ناس كده وكويسه، ورحت جايه خرطها كلها. وجبت قرن فلفل. لقيت الرز بتاعي مش حامي كده، فاحنا بنحب بصراحه المحشي سبايسي شويه. رحت جايبه قرن فلفل حامي ورحت خرطها على قلب الرز، وايه وقلبته. وجبت طبعا بقى ايه الخضار زي ما انتم شايفين خرطته. وصلوا على النبي كده بقى، وكله ينزل على القانة، يفعل الزراير كلها و... ويصلوا على النبي ويكتب لي كومنت حلو. آه... اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده انا حطيت معلقه كمون ومعلقه فلفل اسود على قلب الرز زي ما انا بعمل على طول معاكم. انا ما بحبش احط التوابل على الصلصه، بحب احطها على الرز مباشره، عشان كمان بتديني طعم حلو وريحه احسن ما احطها كمان في الصلصه. لما تسبكي الرز بتاعك وتحطي عليه الفلفل والتوابل بتاعتك، وزي ما انت شايفه كده انا بعمل، بتبقى ريحته جميله قوي، ما تحطهاش في قلب الصلصه. ما علينا. المهم حطيت ايه الخضار بتاعي خرطته وحطيته على قلب الرز، وقعدت اقلب فيه. طبعا انا بستنى لما الرز يبرد كالعاده، يعني الرز يبرد بتاعي احط عليه الخضار، عشان بصوا الخضار اخضر ازاي وحلو. لما بتحطوا الخضار والرز سخن بيقلب بسمار شويه كده، وبيعجن في قلب الرز، ما بيبقاش له شكل خالص. بصوا انا مقطعه الورق عندكم ازاي، مقطعه جميل قوي كله. بص جاهز على طول ان انتوا تاخدوا وتحشوا على طول. قطعت كل الكميه اللي انتوا شايفينها في الطبق دي، ومسكت بقى الكرنب بتاعي وحشيته كله وانا واقفه. والله ما طلعتش الصاله لاني كمني مقطعاه، فما خدش وقت معايا كتير يعني. حشيت بسرعه وخلصت الكميه كلها زي ما انتم شايفين. الصوابع بقى والمحشي كان ريحته قلب الدنيا. وانا بقى طبعا بقى عماله ايه افنن وانا واقفه بقى، وبحب الصوابع صغننه كده. و ولادي بقى بيقولوا لي يا ماما انت بيجيلك طولة بال ازاي تحشي المحشي ده صوابع صغننه قوي كده. فانا بقول لهم دي بقى يعني احنا الستات كده، يعني احنا عندنا صبر للمطبخ وللاكل وكده. فمش اي حد يبقى عنده صبر للمطبخ، يعني في ناس بتصبر في المطبخ وتعمل وتطلع احلى حاجه، وفي ناس بسرعه بسرعه عايزه تخلص الحاجه، يعني ما بيجيلهاش روح انها تقف في المطبخ. انا بصراحه من الستات اللي بحب المطبخ. المهم ايه خلصت طبعا المحشي زي ما انتم شايفينه كله كده. انا طبعا ايه هعمل المحشي كله واملى الحله واخلصها معاكم. وصلوا على النبي يا جماعه، وصلوا على الرسول كده، واكتبوا لي كومنت حلو كده يا اخواتي، احلى اخوات في الدنيا. ربنا يخليكم ويدومكم عليا نعمه. القناه بدات تتفاعل معايا وتشتغل. انا عايزاكم كده دايما منوريني ومشرفيني يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا خلصت المحشي كله قدامكم. الحله كلها حشيتها، وجيت طبعا الشوربه جبتها وبصفيها طبعا علشان البصل اللي بيبقى في قلب الشوربه. خدت الشوربه اللي انا عايزاها على قد المحشي، وخدت معلقتين الصلصه اللي انا كنت حاشاهم معاكم من الصلصه بتاعه المحشي برضو، حطيتهم على قلب الشوربه. وايه وقلت اعمل عشان التكايه دي يعني بتديكي اللون بقى احمر قوي للمحشي. لما بتحطي معلقه الصلصه دي على الشوربه كده بتخليه احمر وجميل قوي. وقعدت طبعا اهز في الحله كده، ادي ادي كده زي ما انتم شايفين. ايه اللي انا بقوله ده؟ ما علينا. المهم ايه وظبطت النار عليها، ربنا يكفينا شر النار يا رب. وحطيتها عليها ورحت جايه مغطيه عليها. وطبعا جبت بقى الطاسه بتاعتي، قلت عشان احمر عليها الفراخ، لان انا عايزه احمر عليها، لان الفرن بتاعي مش عارفش بصراحه فيه ايه. فانا لسه هنشوف كده، هجيب حد يشوفولي بكره ان شاء الله في ايه. فالمهم طبعا ايه رحت جايه موريكم المحشي زي ما انتم شايفين جميل جدا ومبخر بقى. حمرت الفراخ بتاعتي وركنتها، وجبت شويه لسان العصفور، قلت ايه احمرهم، عشان عندنا الاولاد بيحبوا قوي لسان العصفور على المحشي، يعني سواء محشي بتنجان سواء محشي كرنب، المهم انه يكون في شوربه وفي لسان العصفور. هنا طبعا حمرته وحطيت عليه الشوربه بتاعت الفراخ جميله. انا حاسه انها شوربه بط مش شوربه فراخ.
وبعد كده طبعا رحت جايه مخلصه وغرفت لهم الاكل. انا مش قادره اقول لكم كالعاده واقفين ورايا عمالين هيتجننوا على الاكل. والمحشي كانت ريحته قلب الدنيا، قلب الشارع. الناس بيقولوا مين اللي عامل المحشي، والبيت قالب البيت كله. بصوا المحشي بتاعي عامل ازاي جميل. والله الكاميرا ظالمه لونه، الكاميرا مش جايبه اللون بتاعه، يعني هو لونه جميل قوي واحمر وابيض كده جميل قوي. والريحه بتاعته تحفه. بصوا انا بوريكم المحشي بتاعي. وطبعا خلاص طبعا الفراخ بتاعتي حمرتها ولسان العصفور والمحشي قدامكم وبألف هنا اللي ياكل.